طيب انا عارف ان احنا في زي سياسة كده متبعة في امباكت ماستري، بتقدم للعملاء اللي بيشتركوا في امباكت ماستري، وهي الجارانتي او الضمان. ان احنا بندي للكلاينت 29 الماني باك جارانتي، الماني باك مش جارانتي. الجارانتي التاني. لا الماني باك بالظبط، الماني باك جارانتي اللي يس. هو ال 29 يوم. اذا دخلت وحسيت ان انت مش مستفيد او مش ده المكان بتاعك، تقدر ان انت تخرج وتسترد المبلغ اللي انت سددته. صحيح. ففي بعض الناس كده، وبرضه بحس ان هي بتيجي من حته التردد، او انا محتاج ضمان. هو يقول لك طب انت كده كده بتديني ضمان لمده 29 يوم. طب خليني ادخل البرنامج الاول، وبعد كده انا لو تمام هكمل، لو مش تمام خلاص، بما انك كده كده بتديني الضمان ده. حلو قوي. اه بالظبط. طبعا احنا عندنا الحته اللي هي بنحب كده نبقى فهلويين يعني. اه طيب خليني اقول لك ليه ما تتلعبش كده. يعني انت بتديني 30 يوم، او في خلال ال 30 يوم دول بتقول انه سياسه استرجاع الاستثمار بتاعك في امباكت ماستري، انه في خلال ال 30 يوم لو حسيت انه البرنامج ده مش مميز، مش هيساعدك تعمل حاجه على الارض، ما حبيتش البرنامج لاي سبب من الاسباب، بتقدر تقول رجعوا لي يا جماعه فلوسي وبترجع لك بالكامل. طب ما ممتاز. تديني ال 30 يوم دول نقلبها. نقلبها دي 29 يوم دول، وبعدين لو انا حبيت ادفع لك الفلوس. اوكي. طيب رقم واحد، كنا لسه بنجاوب على السؤال من شويه، هو انت عايز تشتغل مع مين؟ انا عايز اشتغل مع الناس الكوميتد، عايز أوكي. اشتغل مع الناس الجاده، الناس اللي عايزه تعمل حاجه بجد. طيب لو انت داخل مسبقا بالعقليه دي، فانا بقول لك ان مش هتنجح تعمل حاجه. انا طول الوقت بقول للناس، حتى الناس بقى اللي بتشتغل معايا 1 تو 1، يعني قبل ما يجي انت عارف في ناس بتيجي تقول انا عايز اشتغل رحله امباكت كلها معاك برايفت، اوكي، بيستثمر مبالغ كبيره جدا معايا في الموضوع ده. بس حتى مع الاستثمار المبالغ الكبيره دي، قبل ما يجي انا بقعد معاه الاول اعمل انترفيو واساله سؤال من ضمن الاسئله مهم جدا: هو انت داخل الرحله دي وان واي تيكت ولا داخل تجرب؟ أوكي. انت قاطع المشوار ده اتجاه واحد، ولا داخل اجرب ولو ما ظبطتش الف وارجع تاني؟ لانه دي قناعه فيصليه في انك هتنجح في اي حاجه في الدنيا ولا لا. انا داخل دايس بنزين وماشي في اتجاه واحد للاخر، ولا مع اول ما اطبح اقول اتوجعت اللي هو انا داخل مقرر انجح، مش داخل اللي هو اول حاجه تقابلني لا انا ايه ده انا مش مكمل. يس. ده في الحياه عموما. فانا بيبقى ده بالنسبه لي، لا هو انت جربتني في تدريب مجاني، تمام، فانت شايف انه هضيف لك قيمه ولا لا؟ عندك على الاقل احساس، على الاقل في شويه شك، ماشي حقك، لانه احنا ما عاشرناش بعض. تعرف فلان؟ اعرفه عاشرته. لا ما تعرفوش، صحيح. هو تعالى عاشرني يا عم كمان، انا والتيم والكوميونتي، وجرب كل حاجه. ومعاك الفتره دي كلها، بس لازم توريني قصاد كل اللي انا بديهولك ده، انت محتاج توريني ان انت فعلا كوميتد. يس. فدي جزئيات تانية يمكن بتكملها تاني في قناعه كده انا مقتنع بيها تماما، جمله انا مقتنع بيها تماما، بتقول لك انه if people don't pay they don't pay attention. اوكي. الناس لما ما بتدفعش فلوس في الحاجه ما بتهتمش. انا ببقى شايف انه ماشي، ما انا ما دفعتش حاجه، ده فري. ولذلك احنا عندنا مثلا التدريب المجاني، لما بتقول للناس فري بيجي عندك نسبه من الناس ما بتشوفش التدريب، لانه بيبقى خد بيرسبشن جوه عقلنا للاسف انه الحاجه المجانيه دي مجانيه، يعني ما فيهاش قيمه. ايوه. فهي مضيعه للوقت، فهي او قيمتها بسيطه جدا، لانه لو ما كانتش بسيطه جدا ما كانتش اتعملت مجاني. صحيح. فاحنا بقى امبيدد جوانا، يعني مزروع جوه عقولنا انه الحاجه اللي انا ما بستثمرش فيها هي حاجه قيمتها قليله. ولذلك تاني لا احنا من اول التدريب المجاني عندنا الحمد لله له قيمه، حاطين فيه فاليو محترمه كويسه جدا. صحيح. فاما تيجي النهارده تقول لي هدخل امباكت ماستري، لا ده انت هتدخل هيبقى عندك اكسس عليا وعلى التيم وعلى الكوميونتي، وهتشوف كل حاجه، وده خد مننا ايفورت كبير جدا. انا بقول لك انا ما عنديش مشكله في الايفورت، بس وريني ان انت انسان صادق بجد وجد، وقطع التذكره اتجاه واحد. ولو في خلال ال 30 يوم دول لاي سبب تاني بقى انت حسيت ان انا مش عارف بقى، يعني دماغي مش رايقه دلوقتي، ايا كان السبب، باشا فلوسك هترجع لك. طب يعني معلش، هو سؤال رخم شويه. طب انا ايه اللي يضمن لي بقى ان انت فعلا هتنفذ الوعد ده، او هترجع لي فعلا المبلغ؟
ايه اللي يضمن لي؟ طب نعمل لك وصل امانه. هو يعني واحدة من الحاجات اللي فعلا انا يعني كنت بتعرض ليها السؤال ده، وكنت فبتكلم، هو سبحان الله الشخص نفسه هو اللي رد عليا، كان بيقول لي مش انتوا شركة يعني انتوا مكان ليجل وقانوني، فجت من هنا جبت السؤال يعني اللي هو يعني اه ما طب يعني عندنا. انا ما عنديش اجابه السؤال اللي انت اه قلتها، يعني انه يسع شركه موجوده مرخصه في مجال التدريب، ليها بطاقه ضريبيه وسجل تجاري مم. ومقر. فدي الحاجه التانية. زائد ان دلوقتي انا اسف ان انا لا بقاطع، خالص. بس دلوقتي الاونلاين بيزنس كمان حتى في الدولة اللي احنا فيها بقى شيء معترف بيه. يس طبعا فانت بندفع عليه ضرائب دلوقتي. بالظبط.